عليكم دير هاد الطريقه راه غتهنا من هاد المشكل ديال البرد القديم اللي سبب لك سرعه القذف، وبعض الاحيان كيكون عندك انكماش او لا ما كتقدرش كما قلنا طول في العلاقه مع الزوجه ديالك. السلام عليكم. تواصلوا معي واحد الناس بخصوص المشكل ديال البرد القديم. كاين ناس كيعانيو من هذا المشكل وتسبب لهم في القذف السريع، تسبب لهم في انهم ما بقاوش كيقدروا يمارسوا الحياه الطبيعيه مع الازواج ديالهم، يعني عندهم عدم الانتصاب، بعض المرات كيكون انكماش، وهذا الشيء كامل سببه هو البرد القديم. هاد الناس ملي تواصلوا معي على اساس ان عندهم مشكل ديال ثقاف، عندهم مشكل ديال سحر التفريق، هو اللي دار لهم هذا المشكل هذا. من بعد ما ديت وجبت معاهم في الهضره لقاو ان المشكل ما عنده حتى شي علاقه بالسحر، يعني هاد الناس ما عندهم لا سحر، ما عندهم لا سحر التفريق لا ثقاف لا حتى شي حاجه، وانما عندهم غير مشكل ديال البرد القديم. ديك الشيء علاش الفيديو اللي كنت نزلته لكم العام اللي فات كنظن في الوقيته ديال البرد وقلت لكم هذه وصفه طبيعيه اللي كتحيد البرد القديم، يعني الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال القذف السريع اولا كما كنقولوا سرعه القذف اولا ما كيقدروش يطولوا في العلاقه ديالهم مع الازواج ديالهم، غنعطيكم طريقه وصفه طبيعيه مجربه مليون في المية. بحال هذا التعليق قال لك هذه الوصفه كتسخن غير واحد شويه، لا، هذه الوصفه كتسخن ولكن راه كتساعدك وكتعالج لك المشكل ديال البرد القديم، وحتى سرعه القذف اللي كتعاني منه راه ما غاديش يبقى عندك. ديك الشيء علاش دائما ملي كنحط لكم شي موضوع كنقول لكم ما تخلطوش الامور. راه الا كان عندك سحر ها الاعراض ديالو، الا كان عندك ثقافه ها الاعراض، الا كان عندك مشكل عضوي ها الاعراض ديالو. كنمشي معاكم غير درجه بدرجه باش حتى نتوما ما تدوخوش. ديك الشيء علاش الناس اللي عارفين عندهم هذا المشكل ديال البرد القديم تبع معايا هذا الفيديو ودير هاد الطريقه انا ناجحه وعطيتها العام اللي فات للناس والحمد لله شكروني عليها. خليك مع الفيديو باش ما نطولش عليك. كما كتشوفوا الاخوان وجدت كلشي، ركز معايا مزيان ودير الطريقه كما كنقول لك باش ان شاء الله تكون ناجحه ونافعه بالاذن ديال الله. المشكل ديال البرد القديم، المشكل اللي كتعاني منه راه ما غاديش يبقى عندك الا درتيها بهذه الطريقه اللي كيشرح لك ولد الغازال. علاش؟ حيت هذه هي الطريقه اللي عطيتها للناس من قبل وجابت معاهم النتيجه. عندنا العواد ديال القرفه، ثلاثه المكونات ساهلين موجودين في اي بلاد اي دوله. عندنا القرفه عواد، وعندنا القرنفل، وعندنا الخولاجان اولا كما كيتسمى الخدنجال اولا الخولاجان. عنده بزاف د الاسماء، هادو هو اللي معروف اولا اللي مشهور بهم، الخولاجان اولا خدنجال. وعندنا الماء، غنحتاجوا واحد البريق كما هذا ولا كاسرونه ولا اي حاجه اللي غادي نديروا فيها تقريبا المقدار ديال 2 كيسان ديال العنبه، بالحساب 2 كيسان ديال العنبه بهذا المقدار كما كتشوف على هذا الشكل فحال هكا. داكشي علاش كنقول لك ركز معايا مزيان باش تديرها كما كنشرح لك، ماشي تنقص اولا تزيد ما تنجحش معك الطريقه تقول لي هذا الشيء ما كاين منه والو. ديرها كما كنقول لك ورا ان شاء الله بالاذن ديال الله غتكون ناجحه ونافعه معك. درنا 2 كيسان ديال العنبه المقدار كما كتشوف معايا، وغادي نزيدو دابا وقت الصيف والحراره غنديرو غير طريف واحد قد هكا ديال الخولاجان اولا خدنجال على هذا الشكل، وغادي نديرو 2 عويضات ديال القرفه صغيورين، وغادي نديرو قرصه بين يدينا ديال القرنفل كما كتشوف على هذا الشكل بحال هكا قرصه صغيره، وغادي نزيدوها في هاد المكونات وغادي نمشيو وغادي نشعلوا عليها البوطه. غادي نخليوها تقريبا 20 دقيقه على بوطه مهيله. اخوان كما كتشوفوا شعلت عليه البوطه 20 دقيقه، من بعد خليته برد واحد شويه. غادي نديرو دابا الطريقه النهائيه ديال اننا غادي نصفيوه، غادي نصفيه غير كاس واحد يعني على هذا الشكل بحال هكا ان شاء الله بالاذن ديال الله. واحد غادي نشربو في الصباح، وواحد اللي بقى لنا كاس ديال اللي بقى لنا ديال هذا المنقوع هذا غنديروه في الثلاجه وغنشربوه في الليل منين غادي نبغي ننعس. يعني داك المشكل اللي انت عندك ديال البرد القديم وكيسحبك باللي عندك سحر الثقاف او لا عندك المشكل ديال السحر التفريق مع العائله ديالك وكتمشي كتقلب على علاج مرض روحي وعندك غير البرد القديم، دير هذه الطريقه وان شاء الله بالاذن ديال الله راه غتهنى من هذا المشكل ديال البرد القديم اللي سبب لك سرعه القذف، وبعض الاحيان كيكون عندك انكماش او لا ما كتقدرش كما قلنا طول في العلاقه مع الزوجه ديالك. ديرها وما تنسانيش مرحمه الوالدين. السلام عليكم.